في سؤال كده يمكن كلنا فكرنا فيه في وقت من الأوقات، هو إيه الصح؟ وإزاي نعرف إن اللي بنعمله خير فعلا؟ هل الصح ده المجتمع بيقوله، ولا اللي ضميرنا بيحسه، ولا اللي بيحقق نتيجة كويسة في الآخر؟ الإنسان من أول ما عرف يعني إيه اختيار بدأ يصارع جواه بين رغباته وبين فكرة الواجب. ومن هنا يمكن بدأت فلسفة الأخلاق، مش لأنها بتقولك تعمل إيه، لكنها بتحاول تفهم ليه بتختار تعمل كده أصلا. الفلسفة هنا مش بعيد عن الحياة، كل قرار بسيط بتاخده، تقول الحقيقة ولا الكذب، تساعد حد ولا تتجاهله، هو في جوهره قرار أخلاقي. بس السؤال الحقيقي، مين اللي بيحكم هنا؟ أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. المشكلة الفلسفية، علشان نفهم فلسفة الأخلاق لازم نرجع لورا شوية. الفلاسفة من أول سقراط لحد دلوقتي حاولوا يجاوبوا على سؤال بسيط في شكله، لكنه صعب جدا في مضمونه: ما هو الخير؟ سقراط كان بيقول إن الإنسان اللي يعرف الخير لازم هيعمله. يعني المشكلة مش في الإرادة، المشكلة في الجهل. لكن أرسطو رد عليه وقال لأ، في ناس بتعرف الصح بس ما بتعملهوش لأن النفس أضعف بكتير من المعرفة. وهنا بدأ السؤال الكبير: هل للأخلاق قوانين جاية من بره زي الدين زي المجتمع، ولا هي أصلا حاجات بتدور جوه الإنسان، في ضميره، في إحساسه، في عقله؟ الاختلاف ده فتح باب لثلاث مدارس كبيرة جدا، كل واحدة فيهم شايفة إنها عندها المفتاح الحقيقي لفهم الفعل الأخلاقي. بس قبل ما نروح للنفعية والواجب والفضيلة، خلينا نرجع شوية لورا لأصل الفكرة كلها، وهي مذهب اللذة وعلاقتها بالأخلاق. قبل ما ندخل على الفلسفة النفعية لازم نسأل نفسنا: ليه الإنسان أصلا بيعمل الخير؟ هل علشان بيحبه ولا علشان بيرتاح لما بيعمله؟ ومن هنا بدأ يظهر مذهب اللذة، وهي مدرسة فلسفية قديمة جدا، بدأت مع أرسطبوس القاروني وأبيقور. أرسطبوس كان شايف إن الهدف من الحياة هو اللذة الحسية، يعني أي حاجة بتخليك تحس بالسعادة اللحظية، دي غاية في حد ذاتها، زي مثلا الأكل، الشرب، الحب، السفر، الراحة، كل دي عنده خير، لأنها بتخلص الإنسان من الشعور الدايم بالألم. لكن أبيقور جه بعده وقال لأ، اللذة مش معناها المتعة اللحظية، اللذة الحقيقية هي غياب الألم عن الإنسان، هي السلام الداخلي، الهدوء النفسي اللي بيجي لما تعيش حياة بسيطة من غير خوف أو شعور بأي طمع. أبيقور كان بيشوف إن الإنسان العاقل بيسعى للذة المستقرة، مش المتعة اللي بعدها تعب أو ندم. يعني مثلا تاكل كتير النهاردة فتنبسط، بس بكرة هتشعر بالتعب، دي مش لذة حقيقية. إنما لما تاكل باعتدال وتحافظ على صحتك، دي لذة هادية ودايمة كمان مع الإنسان. المذهب ده كان بيحاول يقول إن الخير مش ضد اللذة، بالعكس خالص، الخير هو اللي بيحقق لذة مستقرة من غير ضرر. بس السؤال اللي الفلاسفة اختلفوا عليه هو: هل اللذة دي كفاية علشان نبني عليها الأخلاق؟ هل اللي يخليني مبسوط دايما هو اللي لازم أعمله، ولا في حاجات لازم نعملها حتى لو ما كانتش ممتعة خالص بالنسبة لنا، زي التضحية أو الواجب أو الصدق في مواقف صعبة؟ المذهب ده مهد مهد الطريق بعدين للفلسفة النفعية. بس بدل ما يدور على سعادة الفرد، اتحول عند جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل إلى فكرة سعادة أكبر لعدد أكتر من الناس. وده يخلينا ننتقل لجزء تاني في حلقتنا النهاردة، وهي المدرسة النفعية. جيرمي بنتام في القرن التمنتاشر كان بيقولك ببساطة كده: الفعل الصح هو اللي بيحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس. مفيش مطلقات، مفيش واجبات جاية من السما، كل حاجة بتتقاس بالنتيجة اللي بتؤدي في النهاية للمنفعة. يعني مفيش مطلق، مفيش واجب، كل الموضوع نسبي بحت.
يعني مثلا لو قرار معين هيزعل شخصين بس هيسعد 10، يبقى القرار ده صح. المقياس هو كمية السعادة اللي الفعل بينتجها. يعني مثلا لما نروح لفكر جون ستيوارت ميل هنلاقيه حاول يطور الفكرة دي وقال: مش كل أنواع السعادة زي بعض. سعادة التفكير والفهم والإبداع أعلى بكتير من سعادة الأكل أو النوم. يعني مش الكمية بس لكن الجودة كمان، الكواليتي. عند جون ستيوارت ميل بتفرق جدا. لكن النفعية واجهت انتقاد ضخم جدا من كتير من النقاد. طب لو الفعل ده ظلم حد علشان الباقي ينبسطوا، زي نظام سياسي بيضحي بفئة علشان مصلحة الكل، هل ده يفضل أخلاقي ولا لأ؟ اللي بيؤمنوا بالنفعية بيقولوا أحيانا الغاية تبرر الوسيلة، لكن هنا ظهر إيمانويل كانت وقال لأ. ونروح لجزء أنا بشوفه يمكن من أهم الأجزاء اللي أرست مبادئ الفلسفة الأخلاقية، وهو المدرسة الكانتية. إيمانويل كانت قالك إن الأخلاق مش في النتيجة، الأخلاق في النية والواجب. لو عملت خير عشان تكسب، ده مش فعل أخلاقي، لكن لو عملته احتراما للواجب الإنساني، يبقى هو ده الخير الحقيقي. كانت قال: عامل الإنسان كغاية مش كوسيلة. يعني ما ينفعش تستخدم حد علشان تحقق هدفك حتى لو الهدف ده نبيل. مثال علشان نوضح الفكرة: لو ضابط سألك عن صاحبك اللي هيتقبض عليه ظلم، لو كدبت علشان تحميه فكنت هيقولك الكدب غلط مهما كانت النتيجة دي، لأنك كده بتكسر مبدأ عالمي اسمه الصدق. بس النقد هنا واضح جدا: طب لو الحقيقة دي هتقتل بريء، هل نتمسك بالمبدأ مهما حصل؟ الكنطية عظيمة في احترامها للكرامة، بس قسوتها أوقات بتخليها ضد الإنسانية نفسها. ويمكن أنا بشوف لما نروح لجزء تاني في الفلسفة الأخلاقية، هنروح برضو لأخلاق الفضيلة. هنلاقي إن علم من أعلام الفلسفة وهو أرسطو كان عنده رؤية مختلفة تماما عن كل اللي سبقه، وقالك إن الخير مش في الفعل ولا في النية لكن في الشخص نفسه. الإنسان الفاضل هو اللي دايما بيدور على الوسط بين الإفراط والتفريط، الشجاعة من غير تهور ومش جبن في نفس الوقت، الكرم مش إسراف ومش بخل، الفضيلة هي التوازن. أرسطو قال إن هدف الأخلاق هو تحقيق السعادة، بس السعادة هنا مش لذة مؤقتة، دي سعادة اكتمال النفس، إنك تبقى في انسجام مع نفسك وعقلك. الفضيلة مش قانون مكتوب، دي مهارة بتتعلمها بالممارسة، زي ما الواحد بيتعلم يعزف بيتعلم كمان يعيش صح. لما نروح بقى لفلاسفة يعني شخصيا بحبهم جدا، وهم الأخلاق الحديثة والمعاصرة في القرن العشرين، ظهرت رؤى جديدة جدا للأخلاق عند جان بول سارتر وألبير كامو. قالوا إن الإنسان هو اللي بيخلق قيمة بنفسه، مفيش خير جاهز في الكون، انت اللي بتختار، ولما بتختار بتتحمل مسؤولية الاختيار ده. يعني مثلا في فكر سارتر كان بيقول إن الإنسان محكوم عليه بالحرية حتى لما تتهرب من القرار انت قررت. أما فكر مثلا فريدريك نيتشه كان بيقول إن الأخلاق التقليدية دي أخلاق العبيد مش السادة، بتخلي الناس تمجد الطاعة والخضوع، لكن الإنسان الأعلى هو اللي يقدر يخلق قيم جديدة لنفسه، قيم القوة والشجاعة والإبداع. وطبعا احنا هنا في الحلقة خصصنا كذا 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 هنا في القناة خصصنا كذا حلقة بنتكلم فيها عن فكر فريدريك نيتشه. وفي الاتجاه النسوي المعاصر للأخلاق بقت مرتبطة أكتر بالتعاطف والرعاية، مش قوانين جافة وخلاص بنضعها علشان نمشي عليها، لكن فهم للعلاقات الإنسانية في أبسط صورها. يمكن في النهاية فلسفة الأخلاق مش كتاب قوانين، دي مراية كل واحد فينا بيشوف فيها نفسه وهو بيختار. المنفعية علمتنا نفكر في نتائج أفعالنا، الكانتية علمتنا إزاي نحترم الواجب والكرامة، وأخلاق الفضيلة علمتنا نربي نفسنا قبل ما نحكم على غيرنا. لكن الحقيقة مفيش نظرية واحدة كفاية للإنسان، الإنسان دايما محتاج عقل يحسب وقلب بيحس وروح دايما بتسأل. وفي الآخر يمكن الأخلاق مش إجابة لكن رحلة،
وكل اختيار فيها بيعرفك بنفسك أكتر. في نهاية الحلقة دي كانت كل حاجة عن فلسفة الأخلاق أنا حبيت النهاردة أقدمها. لو حابب طبعا جزء تاني لفلسفة الأخلاق نتكلم فيها أكتر بتوسع، اكتب لي تحت في الكومنتات رأيك في الحلقة، لأن طبعا جزء واحد مكفيش خالص شرح فلسفة الأخلاق. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.